هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى جبت حاجات للعيد وحبيت ان انا اشاركها معاكم. هنبدا بالميك اب. بصوا بقى، اول حاجه جبت علبه الفرش دي. شكلها عجبني قوي، وبصراحه انا ناقصني فرش اصلا، فقلت اما اجيبها. ماشي. وجبت الشيت ماسك ده بالريتينول والافوجاتو من جوبانا. وجبت السبراي ده. انا اصلا بستعمل سبراي شي او. وجبت السبراي ده. ماشي. وجبت كمان الكونسيلر ده. على فكرة أنا أول مرة أجيب النوع ده. أنا دايما بجيب مايت سينما أو نوت. أو أنا جربت مايت سينما والنوت، وفي أنواع كتير جربتها بصراحة ما حبيتهاش خالص. ودايما بتطلع أغمق من بشرتي، دايما حتى لو رقمها واحد بتطلع أغمق من بشرتي. فأنا بصراحة يعني رحت لمحل جميل جدا. قعدت أزن عليها بقى، قعدت أقول لها أنا مش عايزة كونسيلر. برضو جابت لي نفس الدرجه اللي انا بجيبها كل مره. قلت لها انا الدرجات دي عندي، انا الدرجه دي عندي، انا زهقت. انا زهقت من كتر ما بجيب الدرجه دي. فقامت بقى جابت لي دي. بصراحه تحفه، درجتها واحد. بس مش عارفه اسمها ارت سكين. اول مره اجيبها اصلا، واول مره اجيب الدرجه دي اساسا يعني. ما بلاقيهاش خالص خالص. ماشي. وجبت كمان المسكره دي اهي. اه، من روز بيري. قالت لي هتاخديها وتدعي لي. خلاص. وجبت كمان جبت اللوز باودر دي. برضو الكومباكت باودر برضو بيبقى مش لوني، دايما بيطلع اغمق من لوني. فقالت لي اكتر حاجه هتناسبك اللوز باودر. فكنت شاري قبل كده اصلا لوز باودر، ما عجبتنيش، كانت بتغير. يعني كنت بحس ان في حاجات بيضه كده على وشي، ما كانتش بتعجبني. وانا قلت لها، قالت لي لا النوع ده كويس جدا، اللي هو MN تحفه. وخلتني اجربه على ايدي. بصراحه تحفه تحفه، مش بيغير ولا اي حاجه. بيدي اضاءه حلوه جدا للوش. وكمان جبت البيوتي بلندر دي. وجبت الليب بالم ده. اسمه ايه ده؟ ماشي. انا دايما بجيب يا اما اماندا يا اما فازلين. اول مره بقى اجيب النوع ده واجربه، بس جربته تحفه تحفه تحفه. بيخلي الشفايف كده لونها وردي وبيرطبها جدا. ماشي. وجبت الليب جلوس ده من روزبيري برضو، اللون ده اهو. استنى اوريكم الشيت بتاعتها. تحفه، الشيت بتاعتها تحفه، انا بحب اللون ده جدا جدا. تمام. وجبت كمان جبت البلاش ده. كان نفسي في الالوان دي جدا. هو اصلا 3 درجات: خوخي فاتح، وبينك فاتح، وبينك غامق اهو. بجد اكتر حاجه فرحت بيها. ماشي. جبت ايه كمان؟ جبت كمان الليب جلوس ده اهو، من ساندرا. مش عارفه ليه انا رايحه للبينكات قوي. يعني بحب البينكات قوي اصلا، طول عمري بحب البينكات. الشيت بتاعتها اهي. تحفه برضو، روعه. جبت ايه كمان؟ هو تقريبا كده الميك اب خلص. ماشي. جبت بقى النضاره دي اهي. بحب اوريكم التفاصيل.
واو. مع إن انا بحب والله النضارات الصغيره، انا اول مره اجيب نضاره كبيره كده، بس هي عجبتني مش عارفه ليه، اكله نص وشي. ماشي. ايه تاني هوريكم بقى؟ ايه هوريكم؟ الكوتشي اللي انا جبته. بس جبت ايه؟ بس بصراحه هو ما كانش ده ذوقي ولا اختياري من الاول، بس اضطريت. جايباه من ميلانو بسبب المقاس، يعني المقاس بيحكم. ماشي. إيه تاني؟ جبت البندانه دي، بندانه برجندي كده وطرحه برجندي طبعا. انا جايباهم على طقم العيد، اوريلكوا دلوقتي. طرحه قطن كده اهي، طرحه قطن. التانية بتاعتي باظت، باظت خالص، لقيتها مقطوعه كده وحالتها حاله، فجبت واحده تانية. ماشي. جبت بقى كمان كوتشي لمحمد، كوتشي صغنونه. ماشي. جبت كمان طقم ليه، جبت طقم للخروج، طقم واحد. مهم. ده الشورت، ودي ده التيشيرت بتاعه. على فكرة تحفة جدا في اللبس، واصلا انا على فكرة مبحبش اللون ده، بس اول ما دخلت كده المحل خطفني بصراحة. المحل ده اصلا في مول الصفا، مول الصياد، اسمه متاريك. تحفة، عجبني قوي. ماشي. وهوريكم بقى الطقم بتاعي والشنطة بتاعتي. بصوا يا جماعة، ده بقى الطقم بتاعي. بص اهو، ده البروش. انا هفك البروش كده واوريكم، انا خايفة اعك بس الطقم. ثواني همسح، ثواني. بصوا الطقم ده اهو، على فكرة تحفة في اللبس، هو التصوير ظلمه اصلا. تحفة تحفة في اللبس. وده سوت، ده سوت خلاص. اهو ده البنطلون بتاعه. بصوا اهو، قماشته كده، عارفين اللي هي القماشة اللي هي اسمها ايه، الكوريشة او ده اسم تاني بس انا مش فاكرة دلوقتي. اهو، على فكرة القماشة دي جميلة جدا، تحفة. ماشي. دي كده بتجيبها كده. جبت عليها الشنطة دي. وبس كده، هي دي كانت مشتريات العيد، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.